عمليتين حقن مجهري فاشلين، وبعد 5 سنين كنت سبب من أسباب كرم ربنا لينا بأحلى بنوتة، وده من فضل ربنا. النهاردة هشارك معاكم قصة من القصص اللي بتثبت إن الصبر والإصرار والعلم بيحققوا المعجزات كلها. وجات لي المريضة دي كانت بتعاني من تأخر في الإنجاب لمدة 5 سنين. من خلال ال5 سنين ما حصلش فيهم حمل خالص، ومش بس كده، دي كمان جربت عمليتين حقن مجهري قبل كده وللأسف ما كانش فيهم نتيجة. لما قابلتها أول مرة كانت فاقدة الأمل تماما ومحطمة نفسيا، لكن أنا شايف دايما إن مفيش حاجة اسمها مستحيل طالما في علم وإصرار. بدأنا رحلة العلاج مع بعض، كنت حريص جدا إن أنا أرد عليها في أي وقت. التواصل مع المريض ده من أهم شيء مع الطبيب، وعلى أي استفسار كانت بتسأله كنت بتابع معها خطوة بخطوة، وكنت دايما حريص إني أزرع فيها الأمل وأطمنها، وكنت بشرح لها بالتفصيل إيه اللي بيحصل وإيه اللي هنعمله ونعمله ليه ونتائجه إيه. بعد دراسة حالتها كويس جدا حددنا الأسباب وكتبنا خطة العلاج المناسبة، والحمد لله ربنا كرمنا ونجحنا في تحقيق الحمل بفضل الله. رسالتي لكل ست بتمر بتجربة صعبة: ما تفقديش الأمل، والصبر والإصرار والطب الحديث قادر إن هم يحققوا المعجزات بعد الأخذ بالأسباب، وربنا يجعلنا دايما سبب لفرحتكم. دكتور محمود إسماعيل، دكتوراه واستشاري أمراض النساء والتوليد، دبلوم طب الجنين، دبلوم الحقن المجهري وجراحة المناظير، جامعة برمنجهام بإنجلترا.